كلمة واحدة إذا دعوت الله عز وجل بها فإن الله عز وجل يحقق لك ما تتمناه، يحقق لك المستحيل، يحل لك جميع المشكلات التي ظننت أن ليس لها حل. هذه الكلمة صنع الله بها المعجزات. وقبل أن نتعرف عليها رجاء دعم هذا الفيديو بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. إخواني الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فلو رفعت يديك إلى الله عز وجل ودعوت الله عز وجل خاصة بهذه الكلمة العظيمة فلن ترجع بيديك خاليتين أبدا. هذه الكلمة التي معنا في هذا الفيديو هي اسم من أسماء الله الحسنى، وهي أن ترفع يديك إلى الله عز وجل في حاجتك التي ظننت أنها مستحيلة وتقول: يا جبار. هذه هي الكلمة التي تحقق لك المستحيل. يا جبار اجبرني. هذه الدعوة معناها أي أن الله عز وجل هو الجبار الذي يغير نواميس الكون لمن يشاء من عباده، يغير الأشياء الثابتة التي لا تتغير، أي يحقق لك المستحيل. هل ظننت أو تخيلت أن يمشي أحد فوق الماء في البحر ولا يغرق من غير سفن؟ هذا مستحيل، ولكن هذا المستحيل قد تغير، لأن الجبار جل جلاله هو الذي غير.